من الصحابة من شرب الخمر ومنهم من زنى ومع ذلك هم ساداتنا. حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يصلي وراء الوليد بن عقبة بن معيط وهو سكران. الوليد مرفع الدور الفوقي يا اخوان، وابن مسعود يصلي وراءه وصحابي من فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان يوم من الايام زاد في السكرة فصلى بهم الفجر اربع صلى بهم الفجر وابن مسعود وراه يركع ويسجد وراه اربع. هذا الرجل الذي كان بالامس يعاقل الخمر، عمر كان مدمن الخمر معروف، كان مغرم بشيئين، بالنساء وبالخمر. رجل طوال، كان ضخما عملاقا قويا، وكان مصارعا من اشهر مصارعي قريش، كان لا يكاد يصرعه احد، وعنده فائض قوه كما يقال. فائض اين؟ ورجل صاحب رساله، هو الله خلقه لكي يحمل رساله، عنفوان. لم يجد هذه الرساله، حين وجدها اطلع بحملها وجود جدا الاسلام، لكن قبل ذلك كان يفرغ الطاقه الفائضه الزائده في النساء وفي الخمر، يعاقر احسن واجود انواع الخمور ومع النساء والجواري. هذا هو. ايش يفعل الرجل هذا؟ طيب، رجل نساء، رجل تعس، ورجل هذا صاحب من اصحاب رسول الله، وهو فاسق بلا مثنويه، بما ثبت في صحيح مسلم من شربه الخمر، بل ادمانه على شرب الخمر، هذا صحيح مسلم. وصلاته بالناس حين كان واليا عليهم بالكوفه من قبل اخيه لامه امير المؤمنين عثمان رضي الله عن عثمان وارضاه، صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات، ما شاء الله، يعني دبل. وبعدين سلم وسكران طالع ريحته، قال لهم أزيدكم؟ بدكم كمان؟ يعني مش مكفي 4؟